عايز اوجه التحية لجامعة المستقبل، لطلبة المستقبل، لمدير جامعة المستقبل، لأعضاء هيئة تدريس المستقبل. المتحدث الرسمي رئيس جمهورية البلح يعني النوايا، سفير النوايا الحسنة. عايز اوجه التحية للإعلاميين اللي موجودين معانا، للكتاب اللي موجودين معانا، للفنانين اللي موجودين معانا، للمثقفين، مهندسين، محاسبين، النجارين، الاسترجية، المنجدين. اخترناه وعشان كده احنا اخترناه. ثورية والله، ثورة الحساب اللي عشان كده احنا اخترناه وعشان كده احنا اخترناه. وعشان كده قبل انتوا ما تتألموا احنا نموت الأول، لكن انتوا ما تتألموش. وعشان تبقوا عارفين احنا ايدينا تتقطع قبل ما تتمسكوا. اطرح حنان، اطرح حنان يا حنين يا حنين. هو كانوا مش مصدقين ان مصر مش هتبقى قد الدنيا. لا، ده هتبقى قد الدنيا صحيح. العاطفيين بيشجعوا واحنا معاك. حملة كمل جميلك وحملة كمل جميلك. حملة كمل جميلك. الحملة تضم نخبة، بس نخبة حقيقية، مجموعة من النشطاء الحقيقيين. نواب الشعب في مجلسي الشعب والشورى في ال30 سنة اللي فاتوا من نواب الشعب وممثلي الشعب المصري حاضرين معانا وبيأيدوا الحملة. النواب يعني هيبذلوا كل جهدهم بالمؤيدين لهم في بلادهم ودوائرهم، هيبقوا معانا في الحملة إن شاء الله، ونحاول نعمل حشد شعبي. ربنا يخرب بيوتكم بحق جاه النبي، يا رب يعدي عليكم أتوبيس سياحي فاخر يقطعكم حتت. مع الطبلة تمشي معاه، تقفي معاه. أنا مع السيسي قائدا عسكريا شريفا ومناضلا وطنيا خاض حروبا ربما الكثير لا يعرف عنها تفاصيل. فمن يستحق أكثر من السيسي الآن ليكون رئيسا لنا لأسباب موضوعية، أولها إنقاذ البلد من مخاطر الفتنة والتفتت والتآمر، ثانيا لأن لديه مشروع هيغير مستقبل مصر للأحسن، سلسلة مطاعم خد فطيرك. اختصروا بكلمة بسيطة بيقولها المواطن البسيط: عاوزين مصر تبقى قد الدنيا. Yes. أنا مواقفي السياسية ما بتتغيرش ولا بتتبدل. في 29 يناير يوم السبت نزلت وقفت في شارع رمسيس وهتفت يسقط حسني مبارك. الصبح بدري طلعت من البيت الساعة 8 الصبح ورحت على الجريدة وكتبت المنشط والمقال: لا بديل عن الرحيل. هو قادم تدمير اقتصاد البلاد، هنبقى صومال جديدة، هيصومالوا مصر يا جماعة. 1 فبراير كان الخطاب الدراماتيكي للرئيس مبارك، يعني بقوا يوجهوا كلام حاد جدا للثوار والثوريين. احنا بنقدر الرئيس ونحترمه ونحترم خطابه ونحترم استجابته للجماهير، وانا مع انه يبقى لغايه البتاع ده، وبقول لشبابنا لكل المتظاهرين في ميدان التحرير ان يفضوا اعتصامهم الان. رفع الاسطول الامريكي في الممرات. يا مصريين، اما انكم ستنقذون الوطن وتحققون الاصلاح، واما انكم ستدمرون الوطن. أن مصر جميعها تقف وراء الرئيس مبارك في مشروعه الوطني ومشروعه القومي، في دفاعه عن الطبقات الفقيرة، في دعمه للديمقراطية، في تأكيده الدائم والمستمر وتبنيه لحرية التعبير وحرية الصحافة. اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ. الموضوع مرتبط بشخص الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وده
بداية اللي هو عمله، وثانيا تلقائي. أنا بأيد هذه الحملة بكل ما تعنيها من معنى. الفريق أول عبد الفتاح السيسي لما هيترشح هيقضي على ما يسمى ظاهرة الليمون تماما. انت بتاخد فيزا؟ الفريق أول عبد الفتاح السيسي عنده اللي مش عند حد بعد فضل ربنا. بس والله انت شكلك بتاخد فيزا. باخد فيزا ده يا غالي، انت غالي بس خليك محترم. الفريق أول عبد الفتاح السيسي أثبت أنه قادر على إدارة أزمة. لو حكموني هخلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع في مصر. كون سيرفس الامن والنظافه مش هتدفع؟ هتدفع؟ تبقى صاحبه وحبيبه وكفاءة. هوريك اللي ما شفتوش مادام هتدفع. انما ببلاش بلاش ده انا ما اعرفش حاجه اسمها ببلاش. انا بكلمكم بجد، ولازم يا مصريين تتعودوا انك تاخد خدمه تدفع ثمنها. خلاص زمن خلاص انتهى. فريق أول عبد الفتاح السيسي شال رقبته على كفه هو والمجلس العسكري، وهو الراجل ده قدر يقف لهذه الجماعة الإرهابية. هذا الرجل قدر يقف لأوباما وقال لأوباما أن الشعب المصري مش هينسى اللي أنت عملته معاه، ورفض بعد كده يرد عليه. طيب استاذ حمدي، حضرتك سؤال لحضرتك، انتم تقولون طبقا للاعراف الدستوريه يجب ان يترك مرسي منصبه ويجرى انتخابات جديده. في اي دوله في العالم حدث فيها هذا؟ كل الدولة العالم بالكامل. بريطانيا موجودة، بريطانيا لا يوجد فيها دستور اصلا، بريطانيا لا يوجد فيها دستور. ألمانيا رئيسها بينتخب عن طريق البرلمان وليس له وظائف. النهارده وإسرائيل وتركيا لا يوجد فيها دستور. ايه بقى ضرب الجزائر؟ لا يوجد فيها دستور. إسرائيل وبريطانيا. لا، بريطانيا إسرائيل فيها دستور وبريطانيا ما فيهاش. النهارده احنا جايين عشان نتضامن مع الجيش السوري والشعب السوري. هل الشعب الذي يؤيد؟ لا، احنا بالشعب اللي بيعارض فيه، احنا مع الشعب اللي بيأيد حكم بشار الأسد. حكم بشار الأسد اللي موجودين النهارده الإخوان اللي معارضينهم 3/4 من الإخوان اللي بيدبحوا في الناس، بيقولوا ان هو جيش حر وهو يمول تمويل خارجي من من قطر. يعني جماعه 6 ابريل النهارده انضمت لجماعه الاخوان المسلمين، وجماعه الاخوان المسلمين بتمولها، وجماعه 6 ابريل بتاخد تمويلات خارجيه من امريكا. وهذه الجماعه الفاسده بتقول يسقط حكم العسكر. اولا ما فيش حكم عسكري النهارده، ما فيش حكم جيش، ما فيش اي حد بيقول ان الجيش بيحكم. النهارده اللي بيحكمنا رئيس المحكمه الدستوريه. إنه الفريق فتاح السيسي هو المنقذ من الضلال، هو المخلص الوطني. ايه ده؟ مين راجل عبيط ده؟ وبالتالي هذه الأصوات كلها تنادي به مرشحا لرئاسة الجمهورية. الراجل ده عبيط قوي، شبه علبة الكازوز المطبقة. نعم. هل حضرتك بالفعل ما زلت على اتصال وزيارة الفريق أحمد شفيق حتى الآن؟ نعم. كنت في زيارته قريبا؟ من حوالي شهرين. وجوده خارج مصر الآن هو حالة تشبه حالة المناضلين، يعني بتشوف أحمد شفيق مناضل ولكن خارج البلاد لأنه يتعرض لاضطهاد، فإذا عاد يمكن أن يعود بمشروع سياسي للبلد؟ نعم قطعا طبعا، زيه ما سعد زغلول كان خارج البلاد، مصطفى كامل كان خارج البلاد. أنا أعتقد أنه إداري ناجح جدا، أدار مصر الطيران بشكل أبهر، العالم كله شايفها، مصر كلها شايفاها. ملايين المصريين اللي بيسافروا كل سنة شايفين الطفرة اللي حصل فيها، مش بس مصر الطيران. الوفد الشيعي الذي جاء إليك من شيعة مصر جاء إليك بالأمس في مقر وتحدثت معهم، وكان محمد أبو حامد موجود والمتحدث باسمه، وقلت أنك تساعدهم وتسمح لهم وأدافع طبعا، وتدافع وأدعوهم إذا كانوا يريدون أن يعقدوا مؤتمرهم ولا يجدوا مكانا. لا، فابن خلدون مفتوح لهم كما هو مفتوح للأقباط، كما هو مفتوح للبهائيين. هو عارف انه عبيط؟ والحكومة عارفة انه عبيط؟ لم يلتفت إلى رد الفعل الخارجي من دول العالم الأخرى، أمريكا وعلى رأسها أوباما الإخواني، وهو رأس الإخوان ورأس جماعة الإخوان المسلمين في العالم كله. Don't you think? They're sweating bullets back there right now. عبد الفتاح السيسي
خلص قضية اثيوبيا برن التليفون. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب، يا رب. لكن لما نقول ان الرئيس السادات والرئيس السابق حسني مبارك الاثنين هددوا ان هم هيتدخلوا عسكريا في اثيوبيا لو حصل بناء على النيل، حتى لو دي افوره، بس شوف حجم الافوره وصل لفين، لحرب. انما هنا الرئاسه بتقول ان ده ملوش اي تاثير ولا اي ضرر. احنا بنرى انه سد النهضه في اثيوبيا يمكن ان يكون مصدر لرخاء وفوائد مش بس لدوله اثيوبيا انما للدول المحيطه. السيسي راجل عظيم عظيم عظيم، رجعنا العصر جمال عبد الناصر تاني. اللهم قلل من امساكه واكثر من اسهاله. الفريق السيسي اعلى من المنصب، هو اللي هيحل المنصب ان شاء الله. هو اصلا انا مع كل اللي اعرفه ان انا السيسي نور حياتي. انا مش مصدقه ان في مصري بالنور ده، ان هو منور مصر. كانت مصر مظلمه وما فيش فيها اي ذره امل، وان هو نور حياتنا ونور مستقبلنا. مين طفى النور؟ أنا دخلت الحملة عشان كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرحبا بك كلا بوليس طلاق. عشان نشوف السيسي هو جيد، ما هو لطيف، ما هو شكله جميل بالنسبة للبلد، وإحنا مش لاقيين أكتر من هذا البني آدم إن نقف معاه ونقف قدامه ووراه. ناس الثوار أو كل اللي نزلوا في 30 يوليو مش شايفين حد غير الفريق عبد الفتاح السيسي. تلاقيك ما بتلبسش كرتون تحت الحاجات. احب اقول لكل الشعب المصري كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اعياد 6 اكتوبر المجيده، واهني اخواتي واهلي في كل ربوع مصر الحبيبه والعالم العربي والعالم الاسلامي. لكل دول والاصدقائي بنهديهم اغنيه صفاء ابو السعود اهلا بالعيد. يا مصر قومي امسحي احزانك. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، انا متعكنن، انا متحسر. شيلي ايدك من على خدك، ده انت يا غاليه محدش قدك. مين في المكتب مش متأثر؟ حتى المج بتاعك اتكسر. كل ولادك لابسه جديد، شوفي ازاي الكل سعيد. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، ده التأبين بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ترفقوا. اللي اسمه مهندس ابراهيم المنسق الاعلامي بمحافظه الجيزه. انا جاي النهارده بس بوجه رساله للسيد رئيس الجمهوريه عدلي منصور، بقول له يا سياده الريس خد قرار طبقا للقانون. احنا جايين النهارده بنوجه رساله للسيد المشير عبد الفتاح السيسي، بقول له يجب خط احمر الجيش وقضاء وهو الاخير. احنا رافضين النتيجه ديت، احنا بنطل بالعاده، هذه هي ديت مش النتيجه اطلاقا. احنا بنتكلموا يسكت القضاء، اللي ما بيخافش يتكلم منعوا له القضاء، اللي عايز يقبض عليا يقبض عليا، منعوا له القضاء. ما ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. اقول حته صغيره للشيسي بس، احنا الواحد ما يشحنش الموبايل بتاعه كل يوم، وهنجيب كد المعونه 100 مره. شكرا. انا بايد السيسي ينزل رئيس جمهوريه، وبقول للقبابه خط احمر عن اي دوله عربيه، ومش عايزين منك اي معونه. كفايه الارهاب اللي انت مونته وخربت بيه البلد في كل بلد. في اي دوله عربيه خط احمر وابعد عننا. شكرا. شعب عايز عبد الفتاح السيسي، المشير عبد الفتاح السيسي. الجو شو جميل، انا في غايه السعاده. وتسقط الأمثلة لمن كان عسكر. نحن مع السيسي قلبا وقالبا. تسقط أمثلة 25 يناير، تسقط 1 يناير. إنها مؤامرة، مؤامرة 1 يناير، وتحدد يا مؤامرة. مؤامرة 1 يناير. طلعوا نروح ورود كده ونلفوا بالبكر. مش هنسلم، مش هنبيع.
هنسلم مش هنبيع، ثورة مصر مش هتضيع، ثورة مصر مش هتضيع، ثورة مصر مش هتضيع، ثورة مصر مش هتضيع. لسه شهر 11 الاعلام لسه في شهر 11 الاعلام الاعلام عليا الطلاع معانا السيسي فرعون. لا الاعلام عمل السيسي فرعون. حابب تدعم السيسي ده اللي مودينا في داهيه والله العظيم. هاتوا لي الكلب ده هاتوني على مكتبي. معايا سياده اللوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده جايين باسم الشعب المصري كلنا بنطلب الفريق اول عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. مصر الغاليه ام الدنيا. مصر الغاليه ام الدنيا. مصر الغاليه ام الدنيا. مصر دي ام الدنيا، ام الدنيا، ام الدنيا.